الو. إيه يا حبيبي، كيف الحال؟ والله خير والله خير. انا قلت لك ما تقلق، قلت لك ما تقلق. ابعتوا للفيفا واحنا نتصرف زي ما تصرفنا عندكم. اتصرف في الفيفا يعني. قلت لك ما تقلق، انا قلت لك اخر اخر، يعني على قد ما تقدر اخر، واحنا بنتصرف برا والموضوع هيخلص. لا والله لا والله، احنا ما تأخرنا عنك بشيء، ولا انت ولا باقي الاخوة، لاننا كلنا ثقة ان انتم هتمشون الموضوع زي ما احنا عايزين، كيف ما بنبغى زي ما بنقول عندنا. اه والله. يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل، لا والله والله، هذه حاجات بسيطة، كلها امور بسيطة. شوف حبيبي شوف حبيبي، النقود دي اخر شيء تفكر فيه. كل اللي تبغاه انت وغيرك هتاخدوه. اعتبروا النقود اللي كل اللي قلت عليه. انا بعرف ان النقود دي ما يعني مش حقك، انت تستاهل الاكتر. بس احنا كل اللي نبغاه ان هذه فرصة، ولازم نأدب الاهل المصري، لازم نأدب الاهل المصري. ايوه، واحنا من ساعة ما عملنا الفرقة ولا عارفين ناخد معهم حق ولا باطل كيف ما بيقولون المصريين. هذه فرصة. أيوة. ولسه كمان، لسه في ضغط إعلامي جديد هتشوفوا الأيام الجاية. لا 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 لا، الضغط الإعلامي ده مش عشاننا، لا لا، مش ليلنا إحنا، لا 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 لا. الضغط الإعلامي عشان يبعدوا عنكم انتم ويتكلموا في اخلاق اللاعب المصري. والله احنا قصرنا في شيء واحد ولكن صلحناه على طول. لما الولد بتاعنا خليناه اتخانق في مع الاداري ومع عامل اللبس بتاع الفريق حق بورسعيد هذا، دي معمولة عن قصد عشان ما في حدا يقدر يتكلم. أيوة. خلاص يا حبيبي، عموما تأكد ان كل اللي بنبغاه احنا بنسويه بالنقود، بنسويه بالمركز، بنسويه بالعلاقات الداخلية او الخارجية، بنسويه وكله معانا. لا تقلق لا تقلق، اواني الاهلي قريب قريب. طول ما انتم معنا وطول ما احنا متفقين والقروش او الاموال اللي تبغوها موجودة، اواني الاهلي قريب. ايوه ايوه يا اخي، ايوه يا اخي، احنا عايزين نعمل شوية ضغط عليهم عشان البطولة الافريقية. خد بالك ان البطولة الافريقية السنة دي الحين اذا اخدها الاهلي يبقى كل اللي بنعمله ما له اي قيمة. والله والله ما هيصير الخير الا لما تمشوا اللي احنا عايزينه. اني قلت اهو. سلام عليكم.